ملكات جمال مصريات بيعملوا ايه دلوقتي؟ أمينة شلباية درست أمينة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكسبت لقب ملكة جمال مصر سنة 1988، يعني من 34 سنة. ما يبانش عليك يا أمينة. المهم، بعدها بدأت طريقها في عالم الموضة وبقت عارضة أزياء، وبعد كده اشتغلت مذيعة لبرامج موضة وجمال، ودلوقتي بتقدم نصايح خاصة بالاتيكيت والرشاقة والأناقة من خلال السوشيال ميديا. داليا البحيري اتولدت داليا في محافظة الغربية، وأخدت بكالوريوس سياحة وفنادق، واشتغلت مرشدة سياحية قبل ما تسيب السياحة وتشتغل عارضة أزياء. وفي سنة 1990 فازت بلقب ملكة جمال مصر، ده غير إنها صاحبة المركز السابع كملكة جمال الكون في لوس أنجلوس. في سنة 2002 دخلت عالم التمثيل وبقت من النجمات فيه دلوقتي. حورية فرغلي اتولدت حورية في الإمارات وحصلت على الجنسية الإماراتية. درست إدارة الأعمال في إنجلترا وفازت بلقب ملكة جمال مصر في سنة 2002، لكنها اتنازلت عن اللقب لوصيفتها نور السمري عشان تركز أكتر في بطولتها في الفروسية، غير إنها كانت عايزة تدخل عالم التمثيل. وفعلا بعدها اقتحمت عالم التمثيل بقوة، وده ظهر في فيلم كلمني شكرا، ده غير أعمالها الفنية المميزة اللي قدمتها. واللي منعها وبعدها شوية عن الأضواء هو حادثتها، واللي سببت ليها مشاكل كبيرة في الأنف. حورية ما اتجوزتش ولا حتى هتقدر تكون أم في يوم من الأيام، لأنها خضعت لعملية استأصلت فيها الرحم. هبة السيسي فازت هبة بلقب ملكة جمال مصر في سنة 2004. هبة درست في كلية الحقوق واشتغلت كموديل إعلانات وفيديو كليب في بدايتها، ده غير مشاركتها في بعض الأعمال السينمائية ومن أهمها فيلم كتكوت. ودلوقتي بتشارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقات ملكات جمال مصر، وبتقدم برنامج تلفزيوني على قناة الشمس. فوزية محمد فوزية من مواليد القاهرة واتخرجت من كلية السياحة وفنادق بجامعة حلوان. فازت بلقب ملكة جمال مصر سنة 2006، وبعدها دخلت لعالم الفن من خلال مشاركتها في مسرحية السندريلا، وبعدها شاركت في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المميزة، منها مثلا بره الدنيا، الصفعة، دكتور أمراض نسا، ومولانا العاشق. وكان من آخر أعمالها اللي شاركت فيها مسلسل بحر مع ماجد المصري، وفجأة كده اختفت عن الأضواء وانفصلت عن جوزها اللي خلفت منه بنتها روكس. يارا نعوم اتولدت يارا في القاهرة سنة 1987 وحصلت على لقب ملكة جمال مصر في سنة 2008. شاركت بتجربة تمثيل وحيدة في فيلم حين ميسرة، ده غير تجاربها في بعض الإعلانات، لكنها بعدت عن المجال بسبب انشغالها بدراسة الديكور في المعهد العالي للسينما، وبعد جوازها من نجم النادي الأهلي عماد متعب، لكنها قررت في النهاية الابتعاد عن عالم التمثيل. إلهام وجدي هي ملكة جمال مصر سنة 2009، وشاركت بعد كده في شوية مسابقات عالمية زي ميس إرس وميس انترناشونال، وبعد كده اتجهت لمجال الإعلام وانضمت لأسرة برنامج كلام نواعم. بالنسبة بقى لحياتها الشخصية، كان بيربطها علاقة حب بحسام حبيب، ولكنهم انفصلوا عن بعض بشكل مفاجئ لما أعلن حسام جوازه من شيرين عبد الوهاب، وبعدها إلهام اتجوزت من رامي زكي. كيرا الصباح فازت كيرا بلقب ملكة جمال مصر في سنة 2016، واشتغلت بعد كده في مجال عروض الأزياء والإعلانات، ده غير دخولها عالم التمثيل في سنة 2014 من خلال فيلم حماتي بتحبني، بجانب مشاركتها في الدراما من خلال مسلسل الأب الروحي ومجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة زي أخلاق العبيد، قمر هادي، كامب 2، الحرير المخملي. ومن الواضح إننا واقفين قدام موهبة فنية مميزة.